السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ صحة مزيان بخير وعلى خير. نتمنى تنال اعجابكم هذه الوصفة اللي غادي نشارك معكم، اللي هي السيجار ديال البطاطا والجبن. كيجيو غزالين خطيرين. اللي باقي مشتركش معايا في القناة يشترك، مرحبا الف مرحبا، فعل الجرس باش يوصلك اي فيديو حطيته يوصلك. وما تنساونيش من لي لايك وكتبوا لي شي كومونتير زوين على الراي ديالكم، وحتى الانتقادات ديالكم. اي حاجه شفتوها في لي فيديو وبغيتوا تقولوها قولوها مرحبا، وانا غادي ناخذ بكل صدر رحب الحاجه اللي اي انتقاد غادي نستافد منه. نبداو على بركه الله. هنا غناخذ البطاطا نتوما والقياس اللي بغيتوا. سلقتها مع شويه ديال المليحه ودرت عليها شويه ديال الزعتر. من بعد ما سلقات صفيتها وضفت عليها شويه ديال الزعتر، شويه ديال البزار، كيف كتشوفوا شويه ديال اللانشون هكا زعما حكيته. وضفت الزيتون مقطع، تقدروا ديروه في الهاشوار باش يخرج لكم رقيق بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش هكا يتمدقوا. اما الصراحه هكا مطحون مزيان ما كيبقاش يبان، كيعطي المذاق في نفس الوقت ما كيبانش، يعني كتكون هذيك لابيغي ديالكم زوينه. هنا ضفت 2 معالق ديال الجبن. الا ما كان الجبن تقدروا تستغناو عليه، ديروا مثلا فرماج مثلث او مربع، الفرماج الاحمر، المهم تقدروا كاع تعوضوه بهم. وغادي نزيد عليهم شويه ديال لاصوص بلونش، هذه اختياريه، بغيتوا ديروها ما بغيتوش تقدروا تستغناو عليها. انا كانت بطبيعه الحال غادي نستافد منها. صافي من بعد ما خلطت الحشوه ديالي غندوزو دابا نصايبوا السيجارات. هنا راني بديت كيف قلت لكم، شديت الورقه قطعتها على 4 صافي وبديت كنحط الحشوه وكنلوي السيجار. راه عادي، ما كاين شي واحد ما كيعرفش يلوي السيجار، راه بسم الله ما شاء الله تبارك الله يا ربي. المغربيات حادقات، الله يعطيكم صحيحتكم يا ربي. المهم كيف كتشوفوا معايا انا ما احتاجيت ندهنها لا زعما باش نسد ليها هذيك الجنيبات ديالها، لا بالدقيق لا حتى حاجه. صافي غير فقط لويتها وخليتها، يعني ما درت ليها حتى حاجه. هانتوما كتشوفوا معايا فقط ملي بغيت ندخلها للفران درت عليها شويه ديال الزيت اللي درت في الطاوه، دهنت الطاوه مزيان واستفتهم صافي ودخلتهم للفران. وما تنساوش تكون العافيه مهيله حقاش سميتو دغيا كتلهف. صافي غادي نستمر على هذا الشكل هذا حتى كنكمل الكميه اللي عندي. الفران كيكون مسخن واحد شويه، وكيف قلت لكم ردوا معاها البال، راه بالزربه كتلهف. غادي نكمل على هذه الطريقه حتى غنكمل الكميه اللي عندي، ونتلاقاو في اخر الفيديو. وهنا من بعد ما كملت هانتوما كتشوفوا انا صراحه درت غير كميه صغيره ما درتش بزاف، دخلتها الفران طابت. وهذا هو الشكل ديالها بصحتكم وراحتكم. صراحه راه كيف قلت لكم راه كتجي فتيه وغزاله. اما هذيك الورقه خلاص واعره.